انا كنت لسه قاعد بعمل مونتاج للفيديو، فحفظا على سلامة السلامة النفسية يعني الناس اللي هتتفرج. حبيت اعمل زي تنويه كده ان معظم الفيديوهات اللي متصورة، يعني لما جيت اصور فلوج، لما اشتريت الترايبود وبتاع وجيت اصور، لقيتها بصور من تحت. يعني المفروض اي حد بيصور فلوج بيطلع الكاميرا فوق شويه عشان يجيب وشه ويجيب الدنيا وراه. انا كنت مصور كده، يعني انا مش عارف باين ولا لا، بس انا كنت عامل كده. اصلا من ضمن المواقف اللي حصلت معايا لما جيت اصور، او وانا اول مره بصور، يعني كان معايا واحد صاحبي، فقعدت اصور واتكلم ومش عارف ايه، وبعدت عنه كده وسرحت، لقيته جاي من بعيد بيقول لي على فكره انت بتصور بقك بس، بقك هو اللي باين. فاي حد هيشوف الفيديو يعذرني يعني ممكن اول مره، يعني مش متوقع ان هي تبقى بيرفكت، بس يعني ربنا يسترها. دنيا، السلام عليكم، ازيك يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كانت هتبقى حركه وحشه قوي ان انا بعد اقعد كام شهر كده ما انزلش فيديو وارجع انزل فيديو، والمفروض ان انا هستمر وبتاع، واقعد برضو بعدها كام شهر ما انزلش حاجه. بس انا الفتره اللي فاتت كنت عيان شويه، بس الحمد لله دلوقتي احسن. بس قلنا نرجع تاني نجرب، ننزل فيديو تاني ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. والحمد لله انا كل اللي انا بعمله ده انا بوهم نفسي ان هو تجربه، يعني انا مش بعمل حاجه اكيد، او مش بعمل حاجه لازم تعمل، انا بس بجرب بما ان هي حاجه اول مره اعملها، فهشوف الدنيا هتمشي ازاي. بس اتمنى يعني اعمل اي حاجه النهارده مفيده، او اعمل اي حاجه تحس ان انت قاعد بتتفرج على فلوج، يعني ما تزهقش، عشان زهقان، يعني انا حاسس ان انا بدات ازهق، ف محتاج ان انا اجدد، محتاج اضيف اي حاجه، اشيل حاجه، احط حاجه، لسه هشوف. طبعا الدوشه اللي بره دي عشان الاوضه بتاعتي على الشارع، او اللي هي الاوضه اللي بتبقى منها على الشارع الرئيسي، فالدوشه دي عندي ما بتخلصش اصلا 24 ساعه. بس مش دي البروبلم بقى. الفكره دلوقتي ان انا لسه ما جبتش حاجه، لسه لا جبت الستاند ولا جبت المايك اللي انا قلت هجيبهم. فكنت بقلب وشفت شفت ستاند كده، فكر اروح اشتريه النهارده يعني. ماشي، هو ده الستور اللي انا رايحه. اسمه فين اسمه اهو، اي ميديا. هو ليه كذا فرع عامه، ليه في الشيخ زايد والدقي والحتت دي، اقرب مكان ليا هيبقى الدقي عامه، بس هو ده الستاند اللي انا هجيبه. سعره يعتبر كويس، يعني هو 600 جنيه اظن هيبقى حاجه كويسه. انا برضو مش عايز حاجه كبيره قوي، يعني انت بس عايز حاجه للموبايل، وحاجه ان هي تكون خفيفه شويه تقدر تشيلها في كل حته. وهو استخداماته، يعني انا شفت له فيديو ليه على اليوتيوب، فهو استخداماته كويسه يعني. فبس يعني اظن ده اللي انا هنزل اشوفه. ممكن انزل النهارده اشوف حد مثلا يجي معايا، او اروح لوحدي لسه اشوف. بس يعني كويس، يعني انا شايف كويس عامه يعني. زهقت من مسكة الموبايل بالكاميرا الأمامية، يعني أنا أصلا دي الكاميرا الخلفية دي اللي أنا كنت متعود أصور بيها، لكن عشان أنا بصور دلوقتي بالكاميرا الأمامية عشان مش شايف حاجة، وما حطيتش ستاند، ومش عارف أحط الستاند فين أو هيبقى شكله عامل إزاي. ففي غالبية الوقت كنت بصور بالكاميرا الأمامية دي الخلفية. فأنا زهقت وعايز أصور حاجة في الجيم، عايز أصور أي حاجة عامة. الستاند بتاعي ده لما باظ، اللي هو القديم ده، حاسس إن أنا اتسوحت، بقيت من غير حاجه تسعفني في الموضوع ده خالص. ف اظن انا هشتريه، بس محتاجين ان احنا نخلص كوبايه القهوه دي، ونبتدي ان احنا نخلص بس شويه حاجات، لان اللي ما يعرفش انا خريج حقوق بقالي كذا سنه يعني، بس قررت ان انا ارجع اعمل ماجستير. فالفتره اللي انا فيها دي عامه هي الفتره بتاعه الامتحانات والابحاث. هي مش صعبه قوي ومش سهله قوي، يعني على قد ما انت الدنيا ممكن تتلم في وقت ما، بس الوقت ده لو عدى منك انسى ان انت تعرف تلم حاجه. فاظن هنقعد نخلص شويه حاجات، واشوف حد من صحابي لو هيجي معايا، اجيب الترايبود ده ولا لا، ولا اروح لوحدي لسه مش عارف. في نفس الوقت مش قادر يعني اقرر اروح الجيم اول النهارده ولا لا، على حسب انا حاسس بايه، لان انا لسه حاسس بشويه تعب
يعني حاجه بسيطه بس. هنشوف هنعمل ايه. مش عارف كده صوته اسمعه ولا لا. بس المفروض احنا مستنيين صاحبنا اللي جاي معانا هو عوض. مش عارف ينزل امتى الصراحه. تعال خلاص خش في الكاميرا. كوفة ايه؟ كفى ايه؟ ماشي امسك حط 20. بس هو فعلا خد فلوس ما رجعتلاش حاجة. لا واحد الله. لا تطلع من ايه؟ بوبو تكنولوجيا، اشهد انها تكنولوجيا. اعمل بو. مرعبة. عمري ما دخلت مكتب قصة. خش مكتب قصة تعمل ايه؟ بص اللي انا اعرفه ان احنا نمشي كده كده. ازاي بقى يعني؟ لسه هشوف. يلا بينا. تعال نجرب. استنى خليه في ايدك وتدوس. خليه في ايدك وتدوس غالبا كده اهو. بص كده شوف انا جايبها اصلا صح؟ ماشي صح؟ خليك كده. ما انا اكيد مش همد ايدي كل ده اصلا. ايوه كده على كده بس كده. هفضل ماشي كده ايوه صح. يعني لو خبطت في حاجه كده. انت ونصيبك. بس تخيل حد قدامك تشوف انت بتصور. ما هي الفكره في كده. انت عارف اصلا بقيت اشوف مين دلوقتي في الفلوجات؟ الواد سيف تامر. بس سيف تامر بيصور في التشيك، انا بصور في الدق يعني. يس انا اصلا من ضمن الحاجات اللي انا بفكر فيها بجد، انا ما عنديش محتوى. انا ما بخرجش ما بروحش في حته يعني. حتى يوم ما اخرج هخرج معاك. فكرة ان احنا اصلا المفروض رايحين اصلا دلوقتي عند السبكي اللي في الدقي نجيب اكل، وهنروح البيت وهنعمل اكل. بس هو عوض يعني حب يجرب عز المنوفي. انا اصلا ما اعرفش ان في عربيه عز المنوفي هنا يعني. دي المفروض ان هي في الدقي المنوفي الوحيد اللي اعرفه في وسط البلد. فقلنا نجرب يعني. نجرب. كده كنت صور الانبوكسنج بتاع دي بس انا ما صورتهاش لسبب ان انا ما جاش في دماغي، وان انا لسه بادئ في حوار الفلوجات ده، فما جاش في دماغي الصراحه ان انا امسك البتاع اعمل لها انبوكسنج واصورها. بس جبتها اللي هي كانت في الستور اللي هي كانت موجوده في الفيديو. هي كويسه عامه يعني. هي كشكل كويس يعني، فيها ان انت تصور فيرتيكال وهوريزونتال والكلام ده. البتاعه دي بتلف وبتطول برضو في نفس الوقت. لو عايز تصور حاجه ف هي شغاله يعني. هي كحاجه كويسه وعلى سعرها دي فهي جميله الصراحه يعني. لو حد عايز يجيب حاجه زي كده، اي ستاند او اي ترايبود كده ممكن تنفعه. فهي كويسه بشكل كبير. تشيلها كده تبقى خلصت. ملخص اللي حصل النهارده ان احنا رحنا جبنا ترايبود وتمشينا شويه في الدقي. حاولنا ان احنا نجيب اكل من هناك ونعمله هنا في شبرا. احنا روحنا البيت دلوقتي بس ما لم تظبط معنا، ما عرفناش نجيب حاجه من الدقي. رحنا المكان اللي في شبرا ده. بس ما اظنش ان في حاجه هتتصور تاني النهارده. ممكن بكره بقى يعني. ممكن واحد يصحى بكره كده يشوف في حاجه يعملها بكره الجمعه عامه يعني. المفروض اصلا الفيديو ده كان ينزل بكره بس يعني ان شاء الله ينزل السبت. ممكن بكره ان شاء الله اروح الجيم. انا ما قدرتش النهارده، انا كنت تعبان. والصراحه حوار ان احنا اتسحلنا في الدقي ده شويه ولفينا وكلنا ومشينا شويه ورحنا شبرا جبنا اكل ومش عارف ايه وبتاع. الموضوع ده خد مننا شويه وقت ومكانش معايا حاجه الجيم اصلا. فبكره الجمعه ان شاء الله ممكن نروح بعد الصلاه. فبس لو في تكمله للفيديو ده وان شاء الله يبقى في تكمله للفلوج ده يعني، هيبقى الصبح هنروح الجيم وهنتكلم على التوبيك بتاع الاكل او تظبيط الاكل بشكل عام بالعك اللي احنا عملناه النهارده. بس يعني دي حاجه بتحصلش كل يوم، ما بتحصلش حتى كل اسبوع. فده ممكن يبقى ريمايندر ليك انت لو شايف ان انت لو هتتبسط بالاكل يوم في الاسبوع او حتى يوم في الشهر ده ما ينفعش. فلا عادي ينفع. ينفع تتبسط عامه بحياتك وانت بتعمل اي حاجه، خصوصا
لو بتعمل ده باعتدال او بتعمل ده وانت واعي ان انت بتعمل ده ازاي. يعني مش ماشي بس ان انا باكل وخلاص، على قد ما انا عارف ان انا ممكن امتى اعك مثلا او اكل اكله كان نفسي فيها، وامتى لا انا لازم التزم بدايت، او امتى انا اريح جسمي من التمرين، او امتى انا انزل. فالموضوع نسبي شويه وبيختلف طبعا من شخص للتاني، لكن عامه مفيش قاعده معينه. وده ممكن نتكلم فيه في حوار السعرات الحراريه او تظبيط الاكل بكره يعني، او انا بظبط اكلي ازاي عامه. يا رب اكون ماسك الموبايل صح. مش عارف اصلا صوتي هيبقى واضح ولا لا، عشان الهواء والعربيات اللي حوالينا. بس نزلنا الجيم او نازلين الجيم يعني، يا رب برضه صوتي يكون طالع. واللي يعرفني اصلا يعرف انا ما بحبش انزل الجيم بالليل، بس الدنيا مش ليل قوي يعني بص المغرب لسه يعني. بس عامة النهارده الجمعة، فهو الجيم يا بيكون فاضي قوي يا بيكون زحمة قوي. ف غالبا ان شاء الله يعني هيبقى فاضي شوية. فكرة برضه في حاجة ان انا ما كنتش قادر وكنت حاسس انا تعبان شوية، لكن هي الدنيا كده يعني. لا انا حاسس انا محتاج اعدي الشارع. ماشي عدينا الشارع بسلام. بس هي الفكرة ان انا حتى لو حاسس انا تعبان شوية او ان انا مش قادر انزل بشكل كبير يعني، هنزل. عامة يعني مش كل الايام هتبقى على مزاجي قوي يعني، مش كل الايام هنزل فيها الصبح بدري، مش كل الايام الاقي الجيم فيها فاضي، مش كل الايام هكون حتى قادر ان انا اتمرن 100%. بس لازم تعمل كده، عشان انت لو عملتش كده عامة في اي حاجة في الحياة عامة، مش بس في الجيم او في التمرين بس، ما اظنش ان انت هتعمل حاجة يعني، ما اظنش ان انت في حاجة حتى هتستمر فيها. بس اظن اروح الجيم، لما اعرفش صراحة اعرف اصور ولا لا، على حسب الجيم عامل ازاي. بس غالبا انا هحاول يعني. طبعا ما عرفتش اصور في الجيم لان الجيم كان زحمة جدا. طبعا النهارده الجمعة ما كنتش متوقع الكلام ده، بس ان شاء الله متعوضة. المهم بخصوص التوبيك بتاع النهارده، هو الحوار الاكل. يعني ازاي تظبط اكلك بشكل عام. سيبك من جيم، سيبك من ايا كان الرياضه اللي انت بتلعبها. ازاي انا كبني ادم طبيعي اعرف اظبط اكلي، سواء اخس او ازيد، لان مش تظبيط الاكل او كلمه دايت ما بتحملش ان هي بس ان انت تخس، ليها مليون معنى، بس الفكره كلها في ان انت تظبط اكلك. طيب انا الايام دي مش فاضي ومش هبقى فاضي، فانا ريحت دماغي، عملت سبسكريبشن على ابلكيشن اسمه ماكرو فاكتور. ده معمول بالاي اي، بس ناس يعني متخصصه هما اللي عاملينه. بتدخل عليه شويه بيانات زي وزن، طول، الحركه بتاعتك، بتروح الجيم، بتروح الكارديو، طب بتعمل قد ايه مثلا كارديو، طب بتتمرن كام يوم في الاسبوع، طب ايه نوعيات الاكل انت بتحبها اكتر، بروتين اكتر، كربوهيدرات اكتر، او دهون اكتر. بياخد منك شويه تفاصيل كده وبيديك كميات معينه من الاكل، وبيديك الاوبشن ان انت كل وجبه هتاكلها بتسجلها على الابليكيشن. بمعنى ان انا مثلا طالب منك سي 100 جرام بروتين، 100 جرام كربوهيدرات، 50 جرام دهون. فانت بتبتدي يعني لما بتبتدي يومك بتبتدي تشوف انا مثلا هفطر كذا، بيض وعيش مثلا، فبتروح حاسب انت هتاكل كام بيضه وقد ايه عيش، طبعا كل ده بالميزان، تبتدي تدخله في البرنامج. الوجبه التانية التالتة بتحاول ان انت تماتش او ان انت تاكل الكميات اللي هو بيقولك عليها. وطبعا مع ان انت بتوزن نفسك او بتصور شكل جسمك وبتدخل برضو البيانات دي على الابليكيشن، ممكن يعلي لك اكلك. مثلا لو انت بتحاول تزيد وخلال الاسبوع ده ما زدتش، فيروح معلي اكلك، او العكس لو انت بتحاول تخس وطول الاسبوع ده مثلا ما نزلتش على الوزن بتاعك. فدي الطريقه اللي انا ماشي بيها دلوقتي، هي سهله شويه في ان انت مش بس هتقعد توجع دماغك مع حد، يعني من الاخر كانك دافع لكوتش عامه، وهي ب 200 جنيه في الشهر حاجه كده، فالموضوع عبيط. بس الابلكيشن نفسه بجد متعوب فيه قوي يعني، هو اصلا هيغلى عن كده، ده عامل زي فتره كده بس الناس بتجرب فيها، ما اعرفش صراحه بعد كده هيبقى بكام. ده الاوبشن السهل، ده اللي ممكن اي حد يعمله، وبجد مع شويه بحث وقرايه حاجات عبيطه قوي في حته ان هو ازاي يدخل اكله في الابليكيشن، وازاي يتراك الاكل بتاعه او يوزنه او ايا كان الكلام ده، الموضوع بالنسبه لي بقى سهل. تاني حاجه وهي اصعب حاجه، بص في اللي هو انا ممكن برضو تحسب السعرات الحراريه بتاعتك او تحسب الكالوريز بتاعتك
من مليون موقع هتدخل عليه برضو البيانات بتاعتك من طول ووزن واكتيفيتي خلال الاسبوع. هيقولك انت لو كلت قد كده تخس، لو كلت قد كده تزيد، لو كلت قد كده تثبت على وزنك. برضو بكميات من بروتين وكارب ودهون، لان ده الثابت معانا في كل اكل. الطبيعي ان انت بتاخد الارقام دي وتبتدي ان انت تجرب عليها اسبوع واسبوعين. اشهر موقع تقريبا اللي هو كالوري كالكوليتور تقريبا، مش فاكر قوي، انا بقالي كتير ما عملتش الموضوع ده، بس بتدخل بيانات بيديك الرقم ده هتلاقيه يقسمه لك حتى سعرات حراريه على كل حاجه من بروتين وكارب ودهون. تبتدي ان انت برضو تمشي في نفس البروسيس، توزن اكلك وتحسب بقى، تجيب اي ابلكيشن تاني تحسب الاكل اللي انت بتاكله ده فيه قد ايه بروتين وكارب ودهون ومش عارف ايه والكلام الجميل ده، وتشوف اسبوع والتاني، تشوف وزنك، تشوف مقاساتك، تشوف الصور، تشوف انت ماشي في البروجرس اللي انت عايزه ولا لا، سواء برضو عايز تزيد او عايز تخس. وبناء عليه لو انت مثلا لقيت نفسك بتخس وانت عايز تزيد، هتروح معلي في كميات اكلك دي شويه، بس برضو هتعلي حاجات بسيطه 200 كالوري حاجه زي كده عشان ما تضربش مره واحده. نفس الكلام العكس، لو لقيت نفسك بتزيد او وزنك ثابت وانت اصلا عايز تخس، هتروح مقلل 100 ولا 200 كالوري من نفس الكلام، وتبتدي برضو تشوف ابلكيشن وتوزن اكلك وكل الكلام ده. دي طريقه برضو لحد ما بروفيشنال وناس كتير اصلا شغالين بيها. بس الطريقه الثالثه واللي من وجهه نظري اهم حاجه، ان انت تشوف انت بتاكل ايه. يعني انت بتاكل ايه في يومك؟ لو قعدت كده مع نفسك النهارده مثلا في اخر اليوم، انا اكلت كذا وكذا وكذا، طيب كلت 3 وجبات او 4 وجبات، ال4 وجبات دول كان مثلا فيهم حلويات، كان فيهم موالح كتير، كان فيهم كربوهيدرات كتير، كلت سناكس كتير، كلت حاجات كتير ملهاش فايده قوي، او انا ما كنتش واكلها عشان جعان. هبتدي ان انا اظبط اكلي، يعني هبتدي ان انا عايز اخس. غالبيه الناس اصلا بتبقى عايزه تخس، لكن هشوف الكميات اللي انا باكلها واحاول اقلل منها شويه. يعني مثلا باكل طبق كبير رز، انا مثلا عارف انا بغرف نفسي رز قد كده، او بشوف كميه الرز بتتحط لي تبقى قد كده، احاول اقللها شويه. احاول ان انا اكل بروتين شويه في كل وجبه، احاول ان انا ادخل جزء من البروتين شويه في كل وجبه، حتى لو بروتين مش حاجه صريحه قوي زي الترمس او العدس او ايا كان، بس حاول ان انا انتقي حتى ان انا يكون في كل وجبه فيها بروتين. واحاول ان انا اقلل مقليات شويه، احاول ان انا اخلي اكلي مشوي شويه. الكميه نفسها مثلا باكل عيش قول مثلا 4 أو 5 في اليوم، احاول اقلل مثلا رغيف 2. ده اللي بيجي مع كل الناس، يعني هي معادله بسيطه، انت قللت اكلك هتخس، قللت اكلك واتحركت هتخس بشكل اسرع وبشكل احسن وبرضه لصحتك. فالموضوع في الاول وفي الاخر هي انت عارف انت ممكن تعمل ايه، بس انت مش عايز. انت عارف ان انت لو قللت شويه الرز ممكن وزنك ده يخس، لو مثلا زودت شويه بروتين ونزلت جيم هتطلع عضلات، حاولت تبعد عن المقليات شويه وكلت شويه حاجات مشويه برضه هتلاقي وزنك بيخس. فالفكره نفسها بسيطه، مش صعبه، لكن هي محتاجه ان انت تحسبها، او من الاخر تخلي فيه وعي في الاكل، ما تاكلش وخلاص. انا واحد اصلا بحب الاكل عامه بجد، ولو اتحط قدامي ايه هاكله بكميات عادي، بس عارف انا ممكن يجي عليا وقت وهظبط ده. فالاحسن ان انت لو بتحاول تبدا في حاجه، مش شرط بقولك يبقى عندك عضلات بطن وسكس باكس والكلام الجميل ده، بس الوزن المثالي ممكن توصل له باسهل طريقه، ان انت تقلل في اكلك شويه، تتحرك شويه، تلعب اي رياضه عامه، بجد الموضوع يفرق معاك. وخليني اقول حاجه، والحاجه دي مهمه، ان انت مش هتقطع كل حاجه مره واحده. يعني انا باكل مثلا، بحب المقليات، يعني باكل فراخ مقليه، باكل ايه، اي حاجه بقى، بطاطس ايا كان، اي حاجه بتتقلي مثلا، بس كنت متعود اكلها بفريكونتلي عاليه، او ان انا باكل بكميات كبيره. احاول ان انا اقلل، يعني مثلا كنت باكل ايه، خلينا نقول مثال، في ناس بتحب البطاطس المقليه بس كانت بتاكلها كل يوم، ممكن تاكلها مره في الاسبوع، انت ممكن تاكلها يا عم مرتين في الاسبوع بدل كل يوم. بجد الحاجات دي هتفرق، بجد هتفرق. في نفس الوقت هتلاقي بدائل ممكن تحبها عادي، ممكن تخليك اصلا تبعد عن الحاجه اللي انت بتحبها وفاكر ان البديل ليها مش احسن حاجه. وعامه انت برضو مش محتاج ان انت تبدل حاجه، على قد ما انت محتاج تقلل الكميه من الحاجه اللي هي مش صحيه واللي عارف ان هي بتتخنك، ولو انت عايز تاكلها بشكل يعني ما تقطعهاش، تحاول ان انت ما تاكلهاش بشكل يومي. بس دي كانت كل حاجه في الفلوج ده، ان شاء الله برضو ما يبقاش اخر فيديو، وان شاء الله الفيديو الجاي يبقى احسن. سلام.